في المكان ده العين بتخونك. الضوء الاحمر بيعمل حاجه اسمها خداع بصري، بيخليك تشوف تفاصيل مش موجوده لان قرنيه العين بتجهد. مفيش عفاريت في الاوضه يا محمد، بس في كيمياء بتتفاعل غلط. خداع بصري؟ تفسر لي ليه عالم بين المصور ويليام هوب لما دخل اوضته الضلمه لوحده طلع وصورته هو شخصيا في ايد ماسكه رقبته. الكيمياء ما بتطلعش اصابع بشريه يا اسلام، والكيمياء ما بتخنقش اصحابها. يا محمد الافلام القديمه كانت مصنوعه من نترات الفضه، ودي ماده حساسه جدا لاي كهرباء استاتيكيه. الناس بجهلها سمتها ارواح، واحنا بنسميها استاتيك ديتشارج، علمي مش سحر. كهرباء؟ طب الكهرباء دي هي اللي خلت ملامح الطفل الميت في صورة لندن سنة 1890 تفتح عينيها في الحوض؟ الأم كانت واقفة بره الأوضة سمعت صرخة المصور، ولما دخلت لقت المصور مغمى عليه والصورة في الحوض فيها طفل باصص للكاميرا وبيضحك رغم انه مدفون من اسبوع. انت بتلعب على المشاعر. اي مصور محترف هيقول لك ان التحريك في الضلمه مع وقت تعريض طويل هيعمل موشن بلو، يعني لو المصور ايده اتهزت وهو بيطلع الورقه الملامح هتتغير. الموضوع فيزياء بحته، بلاش توهم الناس ان الكاميرا بوابه للجحيم. البوابة مش الكاميرا، البوابة هي الغرفة الضلمة اللي انت واقف فيها، دي المكان اللي بيتحبس فيه الطاقة عشان تظهر على الورق. ليه اغلب اللي اشتغلوا في تحميل الصور الحوادث والجنايات نهايتهم كانت في المصحة عشان شافوا النيجاتيف بتاع الحقيقة اللي انت خايف تعترف بيها. انا مش خايف، انا فاهم، والفرق بيني وبينك انت بتدور على البعبع وانا بدور على العدسه. بس هقول لك حاجه واحده، الصوره اللي في دي انا ما لقطتهاش، انا لقيتها في حوض التحميض دلوقتي. كنت عارف انك هتشوفها في الاخر. استنونا الحلقة الجاية لما الكاميرا تقرر تصور نهايتكم. سلام.